ديالنا نمشيو للشاشه نمشيو التفاعليه باش تعطينا اخر المتالقين والتشكيله ديال الاسبوع اللي تقلقات نهايه الاسبوع بين اللاعبين وخاصه يعني اللي تالقوا في الدوريات الاوروبيه العربيه حتى المغربيه ايضا. فعلا يعني هنا فؤاد شوف الكوكتيل كي دايره فؤاد، فعلا كوكتيل متنوع، كوكتيل دوغلاف. تفضل يا فؤاد، عندك الكلمه فؤاد. طيب احنا اخترنا تقريبا 20 لاعبا كما العاده، نعم. لانه في غياب مجموعه من اللاعبين مع النصر المزراوي اللي غادي يلعب اليوم، مجموعه من العناصر الاخرى بونو الى غير ذلك، فهنا نعم. ما عطينا شيء، عطينا غير الان في نهايه الاسبوع شكون هما الكوكتيل ديال هاد النجوم، منهم ديال البطوله الوطنيه وايضا حتى بالنسبه المحترفين اللي تالقوا في اوروبا. نمشيو للحراسه، كاين جوج ديال الحراس، ثلاثه ديال الحراس عزلنا. انا اول حاجه لانه النجم الواعد ديال شعيب بالعروش لانه فاز بالدوري ديال اكاديميه محمد السادس، واللي ما ابان فيه على ثلاثه المباريات بالعروش الان بحال بونو ديال المستقبل ديال ضربات الترجيح، ضربات ديال الترجيح امام ليدز يونايتد يعني ثلاثه وايضا امام هايدو سبليت في النهايه ايضا جوج ديال الضربات ديال الترجيح، ما يعني انه وعاد حتى من بالنسبه للتدخلات ديالو ما شاء الله هذا الوليد، ولكن هذا اخترته انه من العناصر الواعده ديال المستقبل. علما نعم. علما دابا اخترتي انت بالعروش، علما كاين تالق ديال حراس اخرين خاصه طريق سميتو صلاح الدين شهاب مع الغلفازي، وايضا ما نساوش الجمجامي ديال الكوكب المراكشي. فعلا زميل الجلو انا عطيته غير دخلته هنا باش يكون نعطيو اسم واعد. حنا حطينا في التشكيله العامه ولكن ماشي في التشكيله الرسميه. ما بين الجمجامي ديال الكوكب ما شاء الله مباراه رائعه جدا قدمها امام الوداد البيضاوي، وغيكون لي الخيار لانه حتى بالنسبه لصلاح الدين شهاب اللي دوز مباراه رائعه ايضا امام مع الفريق ديالو المغرب فاز بجوج بهدف واحد، ولكن انا كنشوف الجمجامي كانت امام الوداد في قمه رائعه، هو ان نختاره في كحارس لهذه الدوره. الجمجامي فعلا. اذا حارس الكوكب المراكشي كظهير ايمن في غياب قلنا حكيمي اللي مصاب، عندنا قناعه واحده لانه كان سفيان زكريا الوحدي الان يشكل دائما في هذه الاسابيع القليله الماضيه كلها، يعني غادي يرج في الاوتوب، يعني انه تهديفا وصناعه للاهداف، وايضا حتى بالنسبه للتنقيط الرائع. كل هذه العناصر اللي اختاريناها باش يشوفوا المشاهدين الكرام نعم. كلها فقط يعني التنقيط ديال 7 الفوق 7.10. اذا هنا فؤاد نعم. انت تذكير فقط بان اللاعبين اللي اختاريناهم احنا كمنتخب كاسره التحرير وي على ضوء التنقيط اللي كان عالي جدا، لا سواء نعم. من القنوات الاعلاميه سوبر سكور اللي خاصين بالاحصاءات الخاصه باللاعبين والنجوم من 7 الفوق، من 7 الفوق اللي عطاتهم تنقيط جيد، يعني تنقيط في الاحصائيات باش نذكروا المشاهدين الكرام ديالنا اللي كيتابعونا شنو هي المعايير اللي اختاريتوا بها هذه تشكيله الاسبوع، والمعايير ديال سوبر سكور شنو هذه خاصين بالاحصائيات كل لاعب علاش كيعطيو هذا التنقيط هذا، وهذا هو تحت الجوده الاهداف الى غير والصناعه التمريرات الحاسمه. اذا زكريا الوحيدي قدم مباراه رائعه نهايه الاسبوع، حصل ايضا تو على تنقيط عالي دائما يقدم، ولكن كان يلعب كظهير ايسر في هذه المباراه الاخيره. هذا الاسبوع نهايه الاسبوع لعب كظهير ايمن، ولذلك اخترناه هو اللي غادي يكون كظهير ايمن في ايمن نعم. كظهير ايسر نعم. في غياب الكرواني، يعني الكرواني انا ما عجبنيش هذه نهايه الاسبوع، لعب مباراه شوط واحد وتنقيط سيء في غياب صلاح الدين انه لم يلعب البطوله وزال بعيدا عن التنافسيه مع فريقه بي اس في ايندوفن. اختاريت علي معمر ديال اندرلخت. علاش اخترت علاش قدم مباراه رائعه جدا. انا البارح تبعته مع فريق ضد سان جيلواز، بالرغم انه خسروا ب3-1 ولكن قدم مباراه رائعه جدا، وايضا سجل اعطى تمريره حاسمه في نعم التمريره حاسمه في المباراه، حتى ولو خسروا لانه كان هو صانع الهدف وخدا تنقيط جيد، ولذلك اخترناه لانه عاد للرسميه. اول حاجه هذه رابع مباراه على التوالي كيرجع للرسميه ديالو مع اندرلخت البلجيكي، برغم انه يلعب دائما كظهير ايمن ولا يلعب كظهير ايسر، في بعض الاحيان يضعونه كظهير. وفي هذه المباراه اساسا لعب كظهير ايسر وصنع تمريره حاسمه.
نمشيو لقطب الدفاع. القطب الدفاع عندنا حلحال، عندنا لا انا وضعت اوطاني الياس الحداوي. علاش وضعت هذاك ايضا من بحال ياسين شعيب بالعروش انه فاز بافضل لاعب في الدوري ديال اكاديميه محمد، وهذا عنصر المستقبل اللي غيمكن يكون عندنا ان شاء الله هنا في متوسط الدفاع بالنسبه للمنتخب الكبار، وهو دابا الان مع المنتخب ديال اقل من 17 عام، ولكن حطينا هنايا غير من القناعه ديالنا والاختيارات ديالنا لنجوم المستقبل. اذا باعوا في الان فاز ببطوله الدرجه الهولنديه الثانيه، الان صعد اوتوماتيكيا وانتهت البطوله ديالو، ولعب اخر مباراه واستحق يعني تنقيط عالي جدا مناصفه مع ايت بودلر. ايضا لعب مباراه كبيره جدا مع الفريق رين ديالو، فاز بهدفين لواحد وقدم مباراه جيده جدا بالرغم انه كان يعني وعلما انه فؤاد علما انه يعني ايت بودلر في المباريات الاخيره يعني رجع وقدم مستويات افضل وقدم اشارات قويه جدا. وانا قلت لك سابقا انا علاش كنوضعوا في كل اسبوع، لان هذه المباراه الرابعه التوالي هو كيحضر كلاعب، بمعنى انه وهبي راه جيد سعيد بالعطاء والتنافسي ديال الوليد هذا، وان كان يخطئ مزيان كيخطئ ولكن كيصلح الاخطاء ديالو، ولكن المدرب فرانك هيس يضع دائما في متوسط الدفاع ويؤمن بقدراته وكيوجدوا المستقبل ديال فريق رين، لانه الان دابا هو على مشاريع باش ياخذ مقعد في عصبه اذا فؤاد. اذا عندنا ايضا حلحال حتى هو من الوجوه، ولكن انا افضل نعطيو لقناه اول مره غنختار باعوف في المتوسط الدفاع، لانه فاز بلقب البطوله ولعب مباريات ما شاء الله من بعد الرجوع ديالو من كاس العالم ديال اقل من 19 عام، من 20 عام مع الفريق الوطني وفاز بكاس العالم، فمن ثم شد التنافس ديالو بشكل رائع، سجل 6 ديال الاهداف، وايضا كان وراء انجاز فريق كامبورغ ولهذا الاساس اختاريته. اذا غادي يكون ما بين بوفتيني وحلحال وايت بودلال. حلحال ايضا قدم مباراه جيده، لانه كنا تخوفنا في الاسبوع الماضي وكانوا الزملاء بدر الدين ولا سي منعم كانوا تخوفوا من الاصابه ديال الحلحال، وكانت هي بحال الشكل ديال حكيم الان انزعاج عضلي على مستوى الفخذ، والان الحمد لله رجع للمباراه ديالو، وان كانت الخساره قاسيه ديالو بالميدان ديالو بربعه لواحد، ولكن ادى مباراه جيده وكان هو في الخط الدفاعي اللي خدا افضل تنقيط. والبوفتيني هذا افضل، ولكن علاش انا خدات افضل يعني علاش خدات تنقيط 7.6 نعم. علاش خدات فاصل؟ لانه دخل لعب غير الشوط الثاني ولكن قدم فيه اداء جيد اللي يستحق مع التنقيط هذا. انا كنقول ربما اللي كان بوفتيني غادي نوضعوا له، انا كنحار بينه وبين حلحال وبين بين بوتلان، ولكن الصلابه لا الصلابه لا بوفتيني ما عمره لعب مع الفريق الوطني، هذا لعب مع الفريق الوطني مباراه ديال الباراغواي وعطانا اطمئنان، والان يعود وحيدنا ديك التخوفات. انا كنختار حلحال ليكون هو سميتو مناصفه مع حتى بالنسبه لبوفتيني يقدر يكون معاه حتى هو انا في هذا الاطار هذا. ايضا انا هذا اختارنا شحال من مره، لذلك انا كان الاداء ديال حلحال ضروري جدا. نعم. اذا حنا مشينا دابا ندوزو الوسط الميدان. انا كان الوسط الميدان فؤاد ما بقاش حريمات، لا بقاش نقلبوا على نقلبوا على تحريمات راه بعد المباراه الاخيره. عرفنا كيوجدوا المباراه ديال لا كان عنده انذار الانذارات، وبالتالي فالانذارات هما اللي غيبوا على المباراه. مزيان حتى تهيئ المباراه ديال ان شاء الله الفينال ان شاء الله. عندنا هنا باش نقدموا. تفضل. عندنا مجموعه من العناصر الوطنيه، كاين نايل العنوي، كاين ما شاء الله، كاين نايل العنوي راه اللي راه جيبوا لي انا نايل العنوي غادي نحطو بلاصه نحطوه، ما غنحطوش نحطوه هنا في هذا الارتكاز. العنوي راه يقول لي غادي نعطيك انت. عطيني سفيان الفوزي. ها هو سفيان الفوزي، ها انا سي فؤاد، ها هو عندك هذا رجل الارتداد. واعطيني بلال الخنوس هنا، باش نكونوا صراع. ها انا سي بلال الخنوس، ها هو معاك. لا ماشي هذا، لا هذا نعطيك انت، انت غادي تعطينا المنظومه التكتيكيه. طيب باش نهضروا على المحور هنا كان في وقت سابق كنا كنقولوا العنوي، كاين سمير البرابط، وكاين اما سيباري اما الخنوس، اما كاين اللي كيشغلوا. دابا الان الشغل التسخير ديال الرجل الارتداد في هذا المجال هذا، انا اختاريت سفيان الفوزي باش نقربوا لنا الجمهور الوطني. هذه نجم شرق الالماني، الفريق اللي الان دابا على مشارف الصعود ديال البطوله. لكن ماشي عندهم مباراه واحده ويقدموا صافي غير خدموا هذا، راه ما شاء الله موسم واحد
لعب المباريات بكاملها ما شاء الله على هذا الوليد هذا 23 عام، هذا بحاله بالشكل ديال سفيان سمير المرابط الان اللي غاب الموضوع. سمير المرابط اللي ما لعبش، اللي لعب في هذا الاسبوع لكن كانت تنقط يلاه فقط 67 دقيقه ماشي بالشكل ديال هذا سفيان الفوزي. 23 عام، منتوج ديال فروق المانيه ديال الدرجه الثالثه، اختاروا الشنكر الالماني هذا الموسم هذا واعتبروا بانه الان نجوم الفريق ديالو، والانصار والمراقبين وحتى المحللين تيوعدوا يقولوا بانه هذا الولد هذا غيكون له شأن كبير في الدوري الالماني. الان على نادي شالكه الالماني على كتفه كان هذا المحور الوسط كينزل عليه، لذا هذا يعتبر من ابرز اللاعبين اللي تميزوا في هذا الاسبوع. وكان ربما حتى بالنسبه لمحمد الوهبي كان عند ربما كان يكون انه شافوا لانه لعب حتى المباراه امس ما لعبش السبت، لانه كان وهبي الامس مع المباراه ديال مارسيليا مع فؤاد دابا الحمد لله الوسط الميدان الوطني عرفتي راه يغلي هذا اليوم هذا جاي مزيان. اليوم في جريده المنتخب اليوم في الموقع ديال المنتخب وفي قناه المنتخب نختاروا وننفردوا بهذا الوليد هذا سمير سفيان الفوزي 23 عام. حنا اختارينا لانه يكون من العيارات ديال المستقبل في الفريق الوطني شغل المغرب. العيناوي باش نهضروا عليه سجل هدف رائع، اول هدف ديالو رائع جدا، وتمريره حاسم مع فريق روما فازوا على بولون، وكان الاداء ديالو رائع جدا. فؤاد راه حنا كان عندنا قلق، ولا دائما كنطرحوا الاسئله يعني كيفاش هذا الوليد هذا يعني بالنسبه للمدرب تيخش في الاختيارات ديالو دائما يعني حطوا في كرسي الاحتياط، بقينا كنقولوا واش العيناوي خصو يخرج من روما يمشي يبدل الاجواء غير ذلك، ولكن اليوم تيبان لي واقيلا هذه الاشارات والمؤشرات ديالو غادي يتورط المدرب تيبان لي. لا والمدرب اللي ورط راسو علاش؟ لانه سمعت انا في سمعته في بعض التصاريح ديالو تيقول لك بانه راه كاس افريقيا ربما هي اللي ظلمت اللاعب، بينما هو من ظلم اللاعب. ما قبل حتى قبل كاس افريقيا لم يكن يلعب العيناوي كاساسي. اليوم بان له انه العلوي ماشي فقط انه سجل وصنع، انه الرجل يبادر ويشتغل ما تكون شيء انه كاس افريقيا اثرت عليه. راه مجموعه من اللاعبين لعبوا كاس افريقيا ومن الزلزولي مالو ماشي نجم بين مع فريق بيتيس، هو انه واش اثرت عليه كاس افريقيا؟ ما اثرتش عليه. اذا كل شيء نجوم فقط اللي لعبوا لا مزراوي ولا غيرهم كلهم حكيمي ولا غيرهم كيلعبوا. اذا هذا غير حجه يتحجج بهذا القول انه الكاس افريقيا. العينوي قدم مباراه رائعه، لذلك اخترناه كرجل مساهم في العمليه الهجوميه في هذا التشكيل. الخنوس ما شاء الله ما شاء الله عطاوتني اليوم اضافه جديده، التمريره الثانيه على التوالي 4 ديال المقاتله فؤاد شفتوه هنايا ما شاء الله عرفتي تبارك الله ما شاء الله واحد التغيير على مستوى الاداء ديالو، يعني راه الراجل غير اسلوب راقي. يعني في الوقت اللي كانت انتقادات يعني كنا كنقولوا بانه راه المستوى ديالو بدا كينزل وخصو يعني يفيق شي شويه ولا غير ذلك، ولكن بان لي يعني بدا شوف يعني تيمشي في واحد التيار مزيان. الله يعطيك الصحه. وهذا ربما غيكون توهبي شاف المباراه ديال بلال الخنوس. كنظن لانه تلعبت المباراه امس امام شتوتغارت وكانوا فازوا، هم الان يلعبون على الورقه ديال العصبه ديال الابطال. الخنوس راه عطى التمريره الحاسمه ديالو. الان التوظيف ديالو ماشي المشكل انه لعب بارز، خص الوهبي يشوف بانه التوظيف ديالو داخل فريقه كيف يوظف. اذا يلعب في هذه الوقت يلعب في هذه الجهه كيف يسجل. اذا هنا ملي كتشوفوا في الفريق ديالو التوظيف ديالو ماشي في التلفزيون، كتشوفوا في وسط الميدان. في وسط الميدان كتشوفوا غير فؤاد هذا السؤال يعني يمكن نقولوا التوظيف اللاعب في النادي ديالو ماشي هو التوظيف ديالو في المنتخب فؤاد، لان كاين يعني غادي يجي يقول لك اودي راه ما يمكنش وهبي غيشوف مثلا خنوس يعني التوظيف ديالو مع النادي ديالو غادي يجي ويوظفوه هو نفس يعني الموقع ديالو في المنتخب الوطني. صعيب غير عارف غير باش نكونوا واقعيين. دابا خنوس الاداء ديالو فيه كيكون جيد. اذا ملي كتشوفوا الاداء ديالو جيد شكون اللي موراه؟ واش لو بيفوش هذا لا المدرب ديال الفريق ديال شوتغار واش هل يلعب برجلي ارتداد باش كيعطيه الحريه ديال التصرف والحريه ديال الزميل، او يلعبوا برجلين ارتداد واحد وعمليه ديال بلال الخنوس كيمشي للهجوم كيمشي ينزل كيعاود يرجع لوسط الميدان. لذلك هنا الرؤى تختلف ما بين المنتخب الخطه ديال المنتخب الوطني والخطه ديال الفريق ديال النادي ديالو. لذلك هنا كنقولوا الاداء ديالو عام جيد جدا، تنافسيه رائعه مطلقه، هداف وصانع الاهداف خصوصا خلال هذه المباريات الست الاخيره. ايضا حتى بالنسبه للخط الوسط هذا في خط تصاعدي كل اسبوعين نختاروه لانه يؤكد الحضور ديالو. علاش نقول ونحي فينا هو ونحي ما بين مدين وجزر، مره يلعب لك مباراه مزيانه مره ما يعطيكش.
مرة يعطيك الاداء غير مستقر. وهذا في الخطه السعوديه. نمشيو لسيدي الهجوم، نمشيو للاجنحه فؤاد. انا فكرتيني لا اسامه الغالي ما يمكنش نسالوه لانه حتى هو دوز، ولكن الجوده هي هذه اللي اختاريناها. اسامه الغالي عطى تمريره حاسمه مع فاينورد وكيأكد التنافسيه ديالو، الحضور ديالو والاستقرار ديالو مع فريق فاينورد في ظل انه 3 المباريات فقط ديال نهايه البطوله. وغادي تعطينا الان نمشيو عطيني بوز الزلزولي تما. لا هذا شوف فؤاد الشيء هذا هذا ما هذا لا غبار عليه. هذا فؤاد هذا ثابت. المباراه ديال ريال مدريد عاد فيهم فسادا، عاد فيهم فسادا. وان كان خانوا الحظ انه كان يسجل ضد ريال مدريد، ولكن هضر الولد ما شاء الله 7 على 7. شنو 7 على 7؟ 7 تمريرات و7 الاهداف اللي مر. هذا استثنائي، موسم استثنائي. راه ما جاتش البارسا الان دابا تنادي، وما جاتش حتى ليفربول اليوم تدخل في خط التفاوض مع الزلزولي. راه الان كل الانديه عظمى تريد مثلا الانتداب الدولي الزلزولي ما شاء الله القناعات. ولكن اللي كيهمني انا هو انه هذا الاداء ديالو اللي في نادي بيتيس خصو يعطيه للفريق الوطني، يحيد عليه ديك الانانيه وديك الفرديات، لانه المباراه الاخيره ما عجبنيش. وانا مازال تنقول يجي الفريق الوطني خصو يعطيني القيمه اللي كيلعب بها امام بيتيس والخيارات. مشاو سيدي الجهه اليمنى. شوف نسينا واحد الوليد كيشطا ما قلناش كيشطا، راه كان سجل لنا هذا وليد لاعب دولي تا هو ديالنا، كان تا هو يكون حتى بيفو ديالنا، ولكن اختارينا هذا الوليد هذا على اساس لانه هو الوجه الجديد في المنتخب. كيشطا كيعرفوه الناس لانه هذا ديال فريق لو هافر الفرنسي، سجل هدف في المباراه الاخيره ديالو، وايضا يؤكد العلو الكعب ديالو، لكن محطوط دائما في التشكيله الرسميه. الجهه اليمنى زميلي جلول، يلا قول لي بلاتي. عندك سيدي عندنا اخوماش. هو في بلاتي كاين اخوماش وكاين السيباوي. نعم. السبعاوي او سيباوي البارح الليل كاين مع هذا تو نجم جديد كيطل على المحترفين المغاربه. نعم. كيلعب في نادي سانتروند البلجيكي. نعم. هذا سانتروند البلجيكي هو اللي فاز على فريق مالين ب4-1 وسجل هدف وصنع هدف. نعم. كيلعب كجناح ايمن. دابا عندنا الاجنحه كثيره. دابا عندك الاجنحه كاين السبعاوي هذا ما شاء الله، وعندنا سيباوي وكاين اخوماش وكاين شعيره. نعم. كاين الياس شعيره هذا ديال اوفيدو الاسباني ما شاء الله. تا هذا ما شاء الله يعني جاي في الطريق. لا ماشي جاي في الطريق. تا ما تقول لي بحال تقول لي محمد شو راه تا شعيره واحد الاداء رائع جدا في سميتو في الصخر. كل لاعب عنده لي كاليتي والمواصفات ديالو، ولكن كان ايضا نجما في نهايه الاسبوع. هادو هما العناصر اللي غيمكن، ولكن الاختيار ديال انه اخوماش قدم مباراه ولا اروع خلال المباراه ديالو كلها مع رايو فايكانو. نعطيني اخوماش ليه ماشي كنحيدوا العاطفه، ولكن قدم لي مباراة جميلة جدا. نعم. وكان وسميتو مزيان. علاش البارح راه عطى جوج ديال التمريرات حاسمه في التعادل الهيتشكوكي امام ريال سوسيداد، وراه حيدوا له التمريره الاولى اللي حتى ملي كانت هو التمريره الحاسمه ديالو. يعني واقعيه. جوج ديال التمريرات حاسمه وعطى الفعاليه، واحسن واجود مباراه قدمها في هذه 10 مباريات اللي لعب مع سميتو فريق رايو فايكانو. لذلك انا اخترته مناصفه مع شعيره، لانه هذا شعيره ديال اوفيدو ما شاء الله وليد تا هو طالع. بالنسبه لسيباوي تا هو ما شاء الله، ولكن كيبقى اخوماش هو راس الجهه اليمنى. ارى لينا سيدي ثلاثه ديال الوليدات. ها وحدك في جنبك. ها وحدك بلاتي زيد تفضل. ظلمنا ريان ماي شحال من مره ما عطينا شيء دائما. حنا كنظلموا هو كيسجل. البارح عاوتاني سجل. راه الهدف انت بالجديده سجل. وبالله انا جاي كان 14 هدف. انا جاي انا هذا حنا غنشجعوا ديال البطوله، غنشجعوا ديال المحترفين. هذا ريان ماير البارح وصل ل 21 هدف. دابا يعتبر افضل هداف مغربي في اوروبا، لا الكعبي ولا يانيس بقراوي ولا كل شيء. 21 راه يانيس بقراوي توقف في العداد ديالو في 19 هدف. هذا زاد عليه جوج الاهداف غير خلال الاسبوعين الماضيين، الاخر ما سجلش هذا طلع. لذلك ريان مالي حتى وان كان في الدوري القبرصي الذي يعتبره البعض بانه دوري عادي وكل شيء، راه كان فريق لارناكا اللي كيلعب كثاني ديال الدوري القبرصي. هذيك لارناكا راه شاركت في عصبه الابطال الاوروبيه. نعم. فريق متوسط، ولكن وهل الفريق ديال ريان راه مؤهل دابا لعصبه الابطال. لذلك انا كنشوف بانه الخيار ديالي يمكن يكون مع ريان ماي، ولكن كاين جديد اخر هو بن جديده. بن جديده علاش؟ بن جديد الان سجل البارح الهدف 14 ديالو 14 مع الفريق المغربي الفاسي، وهذه راه معجزه كتوقع لانه فؤاد راه يقدر يضرب هذاك الرقم ديال 25 هدف ديال البوساتي. بلاتي لا انا نجي في القضيه ديال البوساتي نخليوها، ولكن نجي لمحمد وهبي اللي ربما تغاضى عليه في المباراتين. لا فؤاد ماشي تغاضى، تطرح السؤال على وهبي على بن جديده زيد. عندما سئل
يعني في الندوه الصحفيه ديال الغياب ديال بن جديده، شنو قال فؤاد انذاك؟ قال لك بانه كاينه تنافسيه. نعم. كانت تنافسيه مع لاعب اخر اللي هو ما بغاش يقولوا، ما بغاش يقول لاعب تنافس واش في الدوري الوطني؟ لا في برا برا. قال لك كانت تنافسيه معاه، واللاعب الاخر كانت عنده افضليه عليه، وبالتالي فهو مشى مع السياق ديال اللاعب اللي هو ما قالش هو الاسم ديالو، لكن كان في اللائحه. وعلى كل حال المهم بالنسبه لنا حنا انت شرتي هذه العمليه هذه. بن جديده هو الان يقدم الاوراق ديالو كهداف ديال البطوله الوطنيه، 14 هدف. تيبقى الراي ديال محمد وهبي باش ما يقولوش المشاهدين الكرام ديالنا حنا كنأثروا ولا كنديروا. المهم حنا بالنسبه لنا حنا كنديروا غير اقتراحات تناقشوا اللاعبين. تفضل فعلا بن جديده الان دابا هو حنا مزيان نمشيو للهدف اللي غادي يوصل ديال البوساتي لانه باقي بعيد عليه شويه. الا مشى في نهايه يعني باقي له 14 مباراه اللي عدت المرحله ديال الاياب، عنده 14 مباراه اخرى اللي يمكن يوصل في هذا العدد، وان شاء الله الا كان هذا الوليد هذا غادي يمشي في هذا الجانب هذا ان شاء الله نتفائلوا بخير. يلاه قول لنا فؤاد شكون بلاتي وباقي ثالث يمكن بن طيب اليوم حقق الصعود ديال فريق طروا الفرنسي من الدرجه الثانيه. قلت لك قبيله قلت لك في الحديث ديالي صعد دابا الليغ 1 ديال فرنسا، صنع مع فريق طروا ومشاو فازوا في سميتو في سانتيزيان، وسجل الهدف الثاني اللي كان هدف خرافي. نعم تفضل. شنو هو الهدف الخرافي؟ بلاتي غير نقول الهدف الخرافي. الهدف الخرافي بحال طنان في كاس العرب، راه بحال سجل البارح من السوطر. هو الهدف اللي طلع دابا طروا سميتو الهدف الثاني، هما ربحوا 3-1. الهدف الثاني هو اللي امن في الدقيقه 89 ربح بها الفريق ديال سانتيتيان في قلب سانتيتيان، هو اللي صعد فريق طروا بالهدف ديالو الانطولوجي. وان كان قالوا له 5 دقائق، ولكن ساختار انه لعب 5 دقائق الاخرانيه ما غنختاروش هاي، وغنختار وليدنا بن جديده ويبقى يجينا جديد ان شاء الله. شوف ابتسامه شتي ولا مشى؟ ها الابتسامات غنضحكوا معاه حتى حنا اختاريناه ما شاء الله. هذا شوف انا بالنسبه لي انا شوف فؤاد بكل صدق، يعني هذا الرجل مشى كان في الرجاء، كان مشى للبرا، مشى دار واحد مجموعه ووهبي وبلجيكا، يعني حتى وهبي راه قال بانه كان يتابعوه ملي كان في الرجاء، ملي كان في بلجيكا كان كيتبعوه، وحتى لدرجه ان محمد وهبي كان هضر مع المدرب ديالو في بلجيكا ويعني تيقلب عليه وتيهضر عليه وتيشوف الامكانيات ديالو غير ذلك. ها بالنسبه لنا حنا راه ما كاينش اقصاء. محمد وهبي هذا الوليد هذا ومن يدري زميل الجلو لا ومن يدري علاش راه مزيان هذه الكلمه اللي قلتي باش كنوضحوا للراي العام والمشاهدين. هذا الوليد هذا من دابا مثلا نقولوا انه ماشي همشوا ولا حيدوا من القائمه وضعوا، ولكن ربما قد اشار اليه سير ولد تخدم انا انت راك باقي قدامي. اذا الى الولد ما سجلش ولا هبط النيفو ديالو المستوى ديالو راه ما غادي يطيح من اللائحه، ولكن اليوم كياكد له راه غير من مباراه الباراغواي لهنايا راه سجل 2 الاهداف، كانت عنده 12 هدف، اليوم طلع ل 14. تمام. اذا ملي كيطلع له 14 وباقي يعطي من هنايا مثلا 4 دورات حتى نوصلوا ل 11 ماي اللي غادي تكون فيه اللائحه، ربما يقدر يطلع الكوطه ديال الاهداف. علاش ما يكونش؟ ربما يكون هذا واحد من الوجوه الجيده، وربما من ان شاء الله من المفاجات، ونتمنوا خير ان شاء الله. هذه كتبقى فقط غير تحليلات للمنتخب اللي وضع لائحه الاسبوع النموذجيه ما بين البطوله المغربيه والمحترفين المغاربه باوروبا. وطبعا هنا هذه تشكيله الاسبوع الخليج ايضا. هذه تشكيله الاسبوع كنختاروها على ضوء المعطيات ديال الارقام ديال العطاء ديال الحضور ديال ايضا الاهداف ديال التمريرات ديال الصناع ديال واحد المجموعه ديال الاحداث داخل المباراه، وبالتالي فكاين معايير مقاييس اللي كنختاروها على ضوء يعني باش كنجيبوا هذه التشكيله ديال الاسبوع باش ما تكونش حنا يعني طبعا يعني كاين لاعبين كما شرتي فؤاد لانه كان عندهم حضور قوي كبير جدا، ولكن كتكون الافضليه على لاعبين اخرين اللي كانوا افضل يعني على مستوى الارقام على مستوى التسجيل غير ذلك. هذا في غياب هذا الشيء في غياب مجموعه من العناصر اللي ما كانش هضر بانهم اللي بيلي ديال الفريق الوطني بحال السيفوري بحال الكعبي بحال مزراوي الى غير ذلك، مجموعه من اللاعبين اللي ما حاضرينش مازال ما لعبوش اليوم ان شاء الله وشادي رياض الى غير ذلك. الحمد لله. الشهاده العهد بيننا ان شاء الله الشهاده العهد بيننا 7 ماي ان شاء الله 7 ماي وغير ماشي 7 ماي نبقاو غادي 7 ماي ان شاء الله الدفعه ديالنا لا الدفعه ديالنا، ولكن غادي يبقى محطوط هنا حتى شوف هذا ثابت وغتعطي القرار ان شاء الله الكاف سميتها الطاس من غادي تقول الاعلان النهائي. هضره من نمشي بالبلاستيك باش حيت كاين واحد السيد كيردد وكيبقى يخطب وكيبدا هذا كنعرفوا من شي من عالم اخر. شكون هو هذا الشيء هذا هو فين هو بحال الاصلي هذا فؤاد. 7 ماي ان شاء الله الدفعات ان شاء الله وبعد ذلك ان شاء الله بعد المونديال وغادي نمشيو حنا للمونديال ابطال افريقيا ان شاء الله، وبعد وان شاء الله ملي غنجيو
قلت لك المره اخرى؟ ابطال افريقيا. قلت لك المره اخرى؟ لا قلت لك المره اخرى. نعم. المره اخرى قبل سميتو ياك دابا الدفعات. نعم الدفعات غادي يدوز كاس العالم. وباقي المسلسل ديال الطاس خدام. ملي غيدوز كاس العالم، من كاس العالم انا كنت قلت لك كنتشوق ملي كنحل كاس العالم. نجيبوا كاس العالم وكاس افريقيا. كاس العالم ان شاء الله يا ربي. يا ربي يا ربي. شكرا جزيلا فؤاد. شكرا زميلي جلول، ونتمنوا خير لنا وقدمنا هذا الكوكتيل كما قلتي، كوكتيل دو غيف، كوكتيل ديال المحترفين ديال الدفعات ديال محمد شول، عاد الخبر الحصري. والحمد لله نتمنى الله ان شاء الله دائما نكون ناتيو بالجديد لقناتنا ولجمهورنا الكريم. والشكر ايضا موصول لكل المشاهدين الكرام ديالنا اللي تابعونا في البث المباشر على قناه المنتخب. ان شاء الله نضرب لهم موعدا اخر في محاور اخرى وفي برامج يعني اكثر دقه، اكثر تشويقا، واكثر عطاء ان شاء الله، على ضوء يعني الاقتراحات ديالكم وعلى ضوء يعني ما تطلبونه له منا من مقترحات في المنصه، واكيد على انه كناخذها بعين الاعتبار. شكرا لكم على كرم المتابعه والى اللقاء.